طيب انا اول مره ابدا اعمل فيديوهات من النوع ده على اليوتيوب. زمان كنت عملت فيديوهات كتير على اليوتيوب في مجالات تانية مختلفة زي ميني فور ويل درايف وزي برنامج ملف القضية وزي مش فاكر عملت ايه الصراحة تاني، بس يعني كنت بعمل حاجات اكتر على اليوتيوب وكده، ولكن اول مرة اعمل نوع المحتوى ده على اليوتيوب والشانل. فالشانل دي هتكون متخصصة في النوع ده من المحتوى اللي ليه علاقة بالفيلم ميكنج، التصوير، الاديتنج، كتابة القصة، ازاي تتخيل مشاهد، ازاي تتخيل احداث، ازاي ممكن لو في تريكس مع الاي اي او مع اي برامج تانية غير برامج المونتاج مثلا زي افتر افكتس او كاب كات حتى، ممكن تبقى شبه ناس كتير بتقدم نفس كونتنت موجود في كل حتة على اليوتيوب وعلى الانترنت، ولكن انا حبيت اطلع اللي موجود عندي، وان شاء الله يكون ده حاجة تفيد الناس وتفيدكم وتفيد المجتمع وكده. يعني خلونا نبدأ. دايما اول حاجه هحب اتكلم عليها هي الايديتنج، لان دي اكتر حاجه انا بحب اعملها لوقت طويل، ودي اكتر حاجه انا بعملها كشغل يعني بروفيشنالي. فخلونا نبدا في الايديتنج بالبيزكس وابسط الاشياء، وهنبدا مع برنامج بريمير، ادوبي بريمير. للي ما يعرفش برنامج ادوبي بريمير، برنامج ادوبي بريمير هو مش اصعب ومش اسهل، ولكن هو برنامج فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها في المونتاج. يعني مثلا لو انت شخص مبتدئ فاكيد عرفت ان في برنامج اسمه كاب كات. كاب كات هيساعدك انك تعمل حاجات بشكل مبدئي، ولكن كاب كات ما فيهوش كل التفاصيل الحنتوفه قوي بتاعه المونتاج. هتلاقي فيه كل التولز اللي انت محتاجها نوعا ما، بس مش بحنتفه، مش دايما كل حاجه هتقدر تخش جوه تفاصيلها وتعملها. ادوبي بريمير بيديك الصلاحيه دي، دافينشي ريزولف بيديك الصلاحيه دي، حتى ادوبي بريمير ذات نفسه لو في حاجه جواها تفصيله انت مش عارف تعملها جوه ادوبي بريمير، او ادوبي بريمير مش بيديها لك كاوبشن انك تعملها، تقدر تلينك اي حاجه انت بتعملها من ادوبي بريمير لادوبي افتر افكتس، فمن افتر افكتس تقدر تعمل بقى التفصيله دي. وافتر افكتس حنتوف قوي، اللي هو انت لو عايز تتحكم في ابسط حركه او في ابسط حاجه افتر افكتس هيعملها لك. طيب خلينا نبتدي بان انت في بريمير او في دافينشي ريزولف محتاج تفهم حاجتين مهمين جدا، الا وهو السيكونس والتايم لاين. وايه الفرق ما بين السيكونس وما بين التايم لاين؟ لما تيجي تبتدي اي مشروع هتلاقي نفسك محتاج تعرف ايه السيكونس والتايم لاين. التايم لاين هو اللي انت شايفه قدامي ده، يعني اللي انت شايفه قدامك ده هو ده التايم لاين. طيب ايه هو السيكونس؟ السيكونس هو تفاصيل التايم لاين. تعال نقول ان لو انا جيت هنا عند السيكونس سيتنجز هيقول لي ان السيكونس اللي جواه التايم لاين ده دي التفاصيل بتاعته، دي البروبرتيز بتاعته. بتعريف بسيط، التايم لاين هو الترابيزه اللي في الورشه اللي انت بتبتدي تشتغل عليها، تقطع فيديوهاتك، تقطع الصوت، تقطع الصور، هي المكان اللي انت بتشتغل عليه. السيكونس هي الورشه نفسها، هي الورشه نفسها بتخرج الفيديو عامل ازاي، التفاصيل اللي انت عايز الفيديو يخرج بيها. هل انت عايزه يخرج 1080؟ هل انت عايزه يخرج 4K؟ هل انت عايزه يخرج هوريزونتال فيرتيكال؟ هل عايزه يخرج 30 فريم، 60 فريم، 100 فريم، 120 فريم، ايا يكن؟ هل عايزه يخرج مناسب لشاشات السينما، مناسب لشاشات الموبايل، مناسب لشاشات التلفزيون، مناسب لاي نوع من انواع الشاشات التانية؟ هو السيكونس اللي بيقول لك كده. حتى الكولر مانجمنت بتاعته انت ممكن تبقى شغال في التايم لاين بكولر، بس السيكونس نفسه متظبط انه يخرج الفيديو بتاعك بكولر تاني، فساعتها هيخرج الفيديو بكولر تاني غير اللي انت شغال عليه. عاده هتحتاج ان انت تبقى عارف السيكونس هيخرج بكولر مانجمنت نوعها ايه. زي مثلا انا لو هخرج فيديو له علاقه بالانترنت فانا هخرجه ريك 709، ده الكولر سبيس اللي المفروض يخرج بيه. فلو انا عمال بشتغل على اساس ان انا هخرج الفيديو بتاعي بالوان معينه مش ريك 709، بس السيكونس بتاعي بيقول لي ان هو هيخرج ب 709، فانا كده بشتغل غلط، انا كده بلون في حاجه وبيطلع حاجه تانية. فلازم ابقى واخد بالي ان انا هنا بشتغل على اساس ان اللي هيخرج ريك 709. مهم جدا انت لما تيجي تعمل سيكونس جديد. تعالوا دلوقتي انا هعمل سيكونس جديد قدامكم، هدوس كنترول وانا دايس على المساحه بتاعت التايم لاين. انا ممكن اعمل فايل واقول له نيو، واقول له نيو يا عم تعال واقول له نيو سيكونس، تمام. ولكن انا احب الاختصارات، واحب ان انا دايما اقول في الفيديوهات اختصارات، فممكن نطلعها هنا على الشاشه. كنترول ان، كنترول ان لو انت على مايكروسوفت ويندوز. انا ما اعرفش في ابل ايه اللي بيحصل. هنا اهو قال لي نيو سيكونس، انا دلوقتي هفتح نيو سيكونس، فانا هختار. انا ممكن هنا هو عنده بريسيتس جاهزه، يعني تمبلتس جاهزه للسيكونس، يعني قوالب جاهزه، ده لو احنا بنتكلم بالعربي. سيتنجز جاهزه اللي هو انا ممكن اروح لها. سوشيال مثلا هنا بورتريه 4 5 16 9 1 1 ايا يكن، ولكن انا ممكن اعمل ده كاستمايزبل
بايديا، هروح على سيتنجز واقول له انا عايز السيكونس بتاعي 30 فريم، عايز المقاس بتاعي مناسب مثلا للانستجرام زي اللي على اليمين ده كده، فانا هخليه الهوريزونتال 1080 في 1920. الفيديو بريفيوز، الفيديو بريفيو غير الفيديو ده اللي هيطلع الريندر في الاخر النتيجه. الفيديو بريفيو هو اللي انت بتشوفه وانت شغال. فاحنا دلوقتي عملنا سيكونس جديد، نبص على الكولر مانجمنت، انا هخرجه للسوشيال ميديا انستجرام تيك توك وكده. فريك 709 ده انسب حاجه ان انت تستخدمها لحاجه هتتحط على الانترنت وانت بتعمل سيكونس جديد. تعالى نعمله تاني. سمي الاسم، ما تخليش اسمه سيكونس 4، سميه مثلا انا هعمل فيديو هسميه فيلا توك 2 بما ان في فيلا توك 1. فده كده عندي السيكونس، الفرق ما بينه وما بين التايم لاين. لو خدتوا بالكم في حاجات كتير من الواجهه بتاعه بريمير ناقصه، الحاجات دي انا حاططها في الشاشه التانية عشان انا شغال على شاشتين. فالفيديو الجاي ممكن تكتبوا لي كومنتس على الفيديو ده لو انتوا شايفين ان الحاجات اللي في الشاشه التانية دي عامله مشكله ان انتوا مش عارفين هي جايه منين، قولوا لي انا هرجعها تاني في شاشه واحده ونسجل شاشه واحده. تمام. انا بس برتاح ان يبقى عندي الحاجات متوزعه على الشاشه التانية. انا عندي 3 شاشات بالمناسبه، فانا بوزع الحاجات. يعني مثلا فوق حاطط تكست مكتوب عشان لو حبيت اراجع الكلام اللي انا بقوله. على الشمال حاطط البروجكت فايلز اللي انا باخد منها فيديوهات واحط في التايم لاين او احط في السورس، وحاطط الافكتات برضو عشان ادي مساحه هنا التايم لاين في الشاشه الاساسيه يبقى كبير وابقى شايفه كويس، وادي مساحه للبريفيو بتاعي برضو انه يبقى كبير وابقى شايفه كويس. ممكن في ناس بتعمل لو انا الشاشه اللي على الشمال دي او اللي على اليمين دي بالطول، اخد البريفيو بتاعي اسحبه احطه في الشاشه اللي بالطول لو انا متاكد من ان الكواليتي والوان الشاشه اللي بالطول دي كويس. ولكن انا الشاشه اللي بالطول عندي سيئه جدا، هي بس مجرد انا ببص عليها احتياطي، لكن الشاشه الاساسيه بتاعتي هي الشاشه اللي الوانها مظبوطه، عشان كده انا محتفظ بالبريفيو بتاعي في الشاشه الاساسيه. كده خلصت الفيديو ده، اتكلمت فيه عن السيكونس والتايم لاين. بتنسوش تعملوا لي اللايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. هنزل حاجات اكتر من كده في الفتره الجايه، اتكلم عن المونتاج والايديتنج، الفيلم ميكنج والكتابه. بس اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. باي باي.